أحمد كان يتمنى يتزوج بنت جيرانهم، بنية حلوة طيبة قنوعة وحتى كانت شاطرة بالدراسة. أحمد كان يتمنى يدخل كلية الهندسة ويتخرج مهندس معماري، وكان يتمنى لما يشتغل باختصاصه بالمستقبل لما تجي مشاريع خيرية يشتغلها مجانا. أحمد كان يتمنى يكون أسرة كلش صغيرة وينجبون بالبداية طفل واحد بس حتى يهتمون ويركزون على تربيته. أحمد كان عنده أمنية شوية غريبة، كان يتمنى يروح للحج وهو بعد شاب حتى يعيش بقية حياته وهو متصالح مع ضميره. شنو المستحيل بطلبات أحمد؟ كل شيء زين صح؟ نسيت أقول لك أحمد ما كان عنده لا أب ولا أم ولا أقارب ولا حتى أصدقاء ولا زملاء عمل، يعني بين قوسين مقطوع من شجرة. ركز على دراسته وطلع معدل عالي ودخل كلية الهندسة وتخرج مهندس معماري. خطب بنت جيرانهم ووافقت عليه وتزوجوا وعاشوا حياة وكانوا متفاهمين جدا، وصار عندهم أمورة صغيرة تجنن وحلوة وعاشوا وياها أحلى أيام حياتهم. واشتغل باختصاصه وفعلا كان كل ما يجي مشروع خيري كان يشتغله مجانا. والأحلى من هذا كله اشترك بمسابقة جوائزها حج بيت الله الحرام وفاز وحقق أحلى أمنية كان يتمناها. أكو جملة بالقصة أنا كذبت بيها عليكم اللي هي جملة أحمد مقطوع من شجرة. الحقيقة أحمد كان عنده أب وعنده أم وعنده أقارب وعنده أصدقاء وعنده زملاء عمل. هاي الكذبة استدعت بعض التعديلات على القصة. أحمد لما بذل جهده حتى يطلع معدل عالي ويروح هندسة طلع معدل 98. أبوه قال له هذا مخبى يطلع 98 ويروح هندسة؟ بالضبط هذا اللي قاله أبوه، وراح كلية طب. وأحمد لما راد أهله يخطبوا له بجيرانهم أمه قالت له هذا مخبل ياخذ هاي المهزفة؟ يابا أخذ لك وحدة بمستواك. تزوج دكتورة وإجتهم بنية وقرر ما ينجب غيرها بهاي الفترة، ولكن أقاربه دمروه. يابا جيبوا لها أخوه. جابوا لها أخت. قد جيبوا لهن أخوه. جابوا لها أخت ثانية. جيبوا لهن أخوه. وإجت البنية الرابعة وصار تعدادهم 6 نفرات في فترة 6 سنوات فقط، أب وأم و4 بنات. كان يتمنى لو صاير مهندس حتى المشاريع الخيرية يشتغلها مجانا. الآن هو طبيب أطفال يعني الموضوع أسهل، فقرر الأطفال الأيتام يعالجهم مجانا، ولكن زوجته قالت له هذا مخبل الأطباء بسنتين يبنوا لهم عمارة وهو يطشر فلوسه هنا وهنا. ولما ما بقى عنده غير حلم أخير اللي هو الحج، فاز بمسابقة الحج، ولكن تصادف موسم الحج ويا إيفاد إلى فرنسا دورة لتطوير مهاراته. أصدقائه قالوا له هذا مخبل تترك هاي الفرصة الذهبية؟ عمي هاي فرنسا تقدر بغير وقت تروح للحج. أنا خلصت اللي عندي وأعتقد الرسالة كلش واضحة. كلام الناس. تحياتي. أوقف وين رايح؟ للبيت بعد خلصنا. كم خبال؟ وين راح تحصل سيارة بهالوقت؟ على الأقل أحاول. تحس كلام الناس اليوم معرقل أحلام هواي شباب؟ انشر القصة، وإذا عندك شخص عزيز قدم له العمل كهدية وسوي له